ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة مع وصفات سهله وبسيطه. اعمل لكم بقى كبد وقوانص سهله وبسيطه والصوص بتاعها تحفه. بصي هنا بقى كده غسلنا الكبد والقوانص وحطيت لها ليمونه وحطيت لها ملح وهنقعهم فيها بتاع حوالي نص ساعه ينزلوا اي زفاره لو في اي حاجه فيهم هينزلوا بالشكل ده كده. متنسوش بقى تعملوا اللايك ومتابعة للقناه وتفعلوا الجرس وتعملوا شير للفيديو عشان يوصلك كل جديد. هنمسك بقى القلب نفتحه بالشكل ده عشان بيبقى جواه دم مش نضيف. اللي ما بيعرفش يفتحه بتعينوا الحته اللي فوق دي بتبداوا تفتحوه من النص ونسيبهم بقى منقوعين كده. هينزلوا كل الزفاره وكل اي حاجه فيهم. هناخدهم بقى نغسلهم ونحطهم في مصفى ينزلوا بقى الميه، والميه بقى مكان ما هم كانوا منقوعين اي ميه بقى هتنزل عشان الميه دي بتبقى زفره يتصفوا بالشكل ده. هيبقى عندنا بقى حله على النار نغلي فيها شويه ميه. هنبدا ننزل بقى القنص والقلب. عندنا بقى بصلتين جوليان هنمسكهم ونقطعهم بالشكل ده، وعندنا ملح ومرق الدجاج ورشه فلفل اسمر وحبهان. كل ده هنحطه مع بعض في الشوربه في الميه اللي هي بتسلق فيها القنص والقلب. البصل والحاجات دي كلها هنحتاجها تاني. هنعمل بقى الصوص. للي مش حابب بصل خلاص حطي بصلايه سليمه وما تقطعهاش. لو انت عايزاه يبقى كبده وقنص متحمره. هنا بقى معانا الكبده مسكتها قطعتها وسايباها برضك في المصفى تصفي من الدم. بعد ما تتغسل خالص تبداي تقطعيها وما ينفعش يجي عليها نقطه ميه عشان الميه بتزفرها. هنا بقى معايا الحله فيها شويه زيت وشويه زبده وتبقى الحله سخنه قوي. نبدا ننزل عليها بالكبد. متنزليش مره واحده عشان ما تنزلش الميه بتاعت الكبده. واحده واحده تبداي تنزلي بالكميه يعني. هنا بقى حطيت رشه فلفل اسمر. مش هقلبها مره واحده، تبدا بس تخلى ابداي قلبيها. هنا بقى كده القنص خلاص استوى مع البصل، حتى البصل كمان استوى. بصوا دبل بقى واستوى ازاي. كل بقى الحاجات الحبهان وكل حاجه دي هبدا اخدها واشوحها تاني مع الكبده اللي هما كلهم ياخدوا لون مع بعض. بصوا بقت عامله بالشكل ده ازاي. عايزه بقى تحطي فلفل حطي. لو انت مثلا عايزاها اللي هي تبقى تكتر شويه مع البصل مع الفلفل مع الكبد والقوانص بتكتر شويه الكميه. هتبداي نقعد نشوح فيها شويه كتار كلهم هيبقى. وهتلاقي حتى الحله كمان لزق فيها. سيبيها، انا عايزه الحله تبقى لازق فيها عشان شويه الشوربه اللي انا حطيتهم دلوقتي حالا هما اللي بيعملوا الصوص. بص هتلاقي دلوقتي الحله نطفت. الحاجات اللي هي لازقه فيها من تحت هي اللي بتعمل لون الصوص الغامق ده. هنحط كبشتين بص بقى شكلها في الاخر عامل ازاي. تحفه. طعمها حلو قوي.